من حقهم في القانون يرفعوا دعوه. هم يرفعوا دعوه، احنا حليناها معاهم. حليتيها ازاي؟ احنا كان المخرج بتاعي اللي هو جاب الجواب والترخيص ده من الجمعيه، ده من الجمعيه. حليتيها مع طارق ولا مع زياد وبهاء؟ مع زياد. انا مش عارفه اساميهم. طيب. ايه. ست جورجيا، انا بتشكر مداخلتك، اتشكر مداخلتك بس انا جداً. بتمنى ان هي تقعد وتكمل البرنامج تسمعني للاخر. طيب، معانا اتصال تاني كمان وهو صاحب الحق، علشان هو كمان يدي رايه في الموضوع تمام. ده. يعني خلينا نسمع الاراء كلها من كل. وانا مش زعلانه من الانتقادات والله خالص، بالعكس الانتقادات دي انا شخصيه بتحب الانتقادات لا، انت مش جدا. هتزعلي طبعا، ما انت هدفك انه ما تزعليش. يعني انت قد ما تكلموا عن العمل ده، بس ما يصحش. عايز اقول لك ما يصحش تقولي ان انا قدمت عمل محترم اكتر من قدمت. انا ما قلتش، انا مش قصدي المعنى اللي حضرتك متخيله. كل الموضوع ان دي بنوته دلوعه وحابه. هو مش ده الدلع. الدلع ده لا، انا شايفه ان اللي انا عملته ده دلع، وفي دلع اكتر من كده، وفي ناس بتقدمه كويس جدا. وطبعا مش قلقان منه، انا ما ينفعش مش قلقان منه لان الحاجات دي بتموت. يعني يمكن تقولي قلقان قوي، لكن انا مش قلقان. انا مش قلقان على الاغنيه انها بتموت. انا قلقان على انه مثلا بكره مثلا يجي اي حد ياخد اغنيه مثلا دارت الايام ويقدمها بهذا الشكل، ويقول لنا انه نحن مش هنموت، او ياخد اغنيه لفيروز مثلا ويقدمها بالشكل ده. بتحصل. ما هو محمد سعد غنى حب ايه باسلوبه في الليمبي، لو انت فاكر. المفروض يعني عايز اقول ما نخافش قوي، ما نخافش. الفيلم حاجه وكليب كده حاجه يا استاذ طارق. ما نخافش. مالك؟ هو حاصل معاك ايه؟ لا، انا بقول لك انا ضد اللي انا شفته، وضد اللي هي بتعمله، ضد الغنوه، وضد الاسفاف، وده اسفاف. ورغم ذلك انت عارف الفرق بيني وبينك ان انا مش خايف على. انا مش خايف. انا واثق ان انا مش خايف. خلي بالك من زوزو اللي اخرجها حسن الامام عايشه، ومش ممكن هتضيعها اي غنوه ثانيه. انا احتراما لهؤلاء الاشخاص من حق يجب ان نمنع اي حد يسيء ليهم. ايه دي؟ ايه الاثاره في كده بقى؟ انا مش شايفه فيه اي اثاره، شايفه دلع يعني. انا مش لا اسفاف. انت شايفه انا مش شايفه اسفاف خالص يعني. ايه دخل ده شويه تقيل في الدلع؟ بنات استعراضيه معايا، فرقه بنات استعراضيه معايا. ده دلع. لبس محترم اهو، انت شايف فيه ايه محترمه؟ شو وريني اللي تحت اللبس. اللي تحت اللبس كله الحركات اللي بتعمليها تحت اللبس. ايه الدلع؟ الدلع فين ده هنا؟ ده في ايه الموضوع ده اللبس محترم جدا. ايه اللي انا شايفاه مش محترم؟ ده محترم اللبس ده؟ طبعا محترم جدا. دعونا نتوقف مع فاصل صغير. بعد الفاصل نتابع مع برديس. ابقوا معنا. اللي احنا شفناه ده ليس له اي علاقه بالفيلم. انا عمري